تعديل طرق الدفع على جوجل ادسنس من الدولار الى الجنيه المصري. الشرح كله موجود في الفيديو، انتظروني بعد الانترو. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم طيبين. في بداية الامر النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا 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 للقنوات المفعلة ربح المرتبطة بجوجل ادسنس. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، رسالة جت ل99.9% كمان لأي مستخدم على جوجل ادسنس بالنسبة للدول العربية أو بالنسبة لمصر. كل دولة على حسب العملة اللي بتتعامل بيها. دلوقتي هنقرأ مع بعض الرسالة وهنفهمها مع بعض وهنشرح كل نقطة فيها بإذن الله مع بعض. في بداية الأمر الرسالة جت على جيميل بتاع جوجل ادسنس، بيقولك يجب تعديل معلوماتك المصرفية تلقائي بالدفعات بالجنيه المصري. يعني كده معناها ان الفترة الجاية هنتعامل على جوجل ادسنس بالجنيه المصري، ولو يكن حد من المغرب، حد من الجزائر، كل دولة هتتعامل بالعملة الرسمية بتاعتها. طيب هنشوف هنعمل ايه دلوقتي او ايه المطلوب مننا. جوجل ادسنس المطلوب مننا نعمله، بس نعرف الرسالة بنتكلم على ايه وبعد كده نتكلم على كل حاجة مع بعض. وبرضه اكتبوا لي اللي انتوا عاوزينه في التعليقات وانا اقول لكم اللي انتوا عاوزينه برضه. سنرسل لك هذا الاشعار ليصلك حاليا العائدات بالدولار الامريكي، وعليك تعديل التفاصيل المصرفية اعتبارا من 1 ابريل 2025. يمكن لمستخدمي ادسنس لمنصة يوتيوب إدارة الإعلانات على جوجل في مصر بإضافة معلومات المصرفية على حساب الدفعات الجديد بالجنيه المصري. يعني المفروض كل واحد من حضراتكم يتصل بالبنك اللي حاطط فيه المعلومات موجودة على جوجل ادسنس، نقول للبنك هل الحساب اللي أنا عامله ده بيستقبل بالجنيه المصري. ان شاء الله يكون بيستقبل، ما تعملش اي تعديلات. وبرضه احنا مع بعض برضه الاجراءات المتخذة: انشاء حساب على جوجل ادسنس للدفعة بالجنيه المصري، كل ده موجود ان شاء الله. المواصفات تلقائيا بالعائدات بعد ابريل. في خبر يا جماعة ان شاء الله بمشيئة الرحمن، خبر هيبقى مفرح جدا في الفيديو ده هقول لكم عليه بالنسبة للمصريين وبالنسبة للدول العربية وبالنسبة للعالم كله، بس هقول لكم في نهاية الفيديو ان شاء الله. بعد 2025 عليك إضافة حساب مصرفي يقبل الجنيه المصري إلى حسابك. يعني معناها الإخوة اللي قبضوا قبل كده من جوجل ادسنس، لو الحساب المصرفي بتاعهم بيستقبل بالدولار، اتصل بالبنك اقول له الحساب بتاعي بيستقبل بالجنيه المصري، بيستقبل بالجنيه المصري، خلاص مفيش اي مشكلة. تمام. دي طريقة بقى اللي انا بدخل بيها ازاي في الدفعات.
الناس اللي حاطة الحساب بتاعها على. عاوز اقول لكم حاجة يا اخواتي، حاجة مهمة جدا، اهم شيء اشعارات الرسائل اللي بتجيلي على الجيميل. دي من اهم الحاجات اللي تهتموا بيها بالنسبة للرسائل اللي بتيجي على جيميل. اذا كان جيميل القناة ده ما يعملش اي اجراءات، لان مش مطلوب منه يتعمل اي حاجة. في بداية الامر بقى انا هقول لكم على الخبر المفرح جدا. الخبر المفرح اهو: الطريقة الذي ستجعل بها جوجل رصيدك بالدولار الامريكي اذا كان لديك طريقة دفع صالحة. الحساب البنكي اللي احنا حاطينه صالح. بص بقى بيقول لك هنا ايه: اذا كان لديك طريقة دفع صالحة مرتبطة بحسابك وعندك في حسابك اكثر من 25 دولار في حسابك الحالي المرتبط بهذه العملة، سنسدد رصيدك بالدولار الامريكي في ابريل 2025. ده معناها ايه؟ معناها، وبرضو نكمل بقية الرسالة واشرحها لكم برضو: إذا لم يمكن لديك طريقة دفع صالحة أو كان لديك أقل من 25 دولار، سيحول المبلغ إلى رصيدك بالدولار الأمريكي. يعني بإيه؟ أنا دلوقتي عندي على رصيدي على حساب أدسنس 25 دولار. ال25 دولار لو عندي وسيلة دفع صالحة هيحولهولي واقبضهم من البنك. طيب ما عنديش، عندي اكتر هيحول. طيب ما عنديش بقى طرق دفع صالحة، هيقوم محول لي كل مبلغي من على جوجل ادسنس، هيحولهولي للحساب الجديد بتاعي اللي هو هيبقى حساب يوتيوب مصر. تحياتي لاخواتي الكرام. بحبكم في الله، كل عام وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك وتعليقكم الجميل. انا جميع منصات يا جماعة الخير موجودة في وصف الفيديو. اي حد يحب يتواصل معايا في اي شيء انا تحت امره. وكل عام وانتم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحياتي لاخواتي الكرام كلكم، وحشتوني والله كلكم بالكامل، وبإذن الله أحمد أجعلكم قريب إن شاء الله. تحياتي لاخواتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.